يوشي ماي جاهز تعال في القيادة. مرحبا الفوق. فوقهم. تاك ترمز لابا بدو لابا شهيدة لابا بدو تاك ترمز تاك دينا ذكرى استشهاد الرفيق والعم زكي سنجاري، الرفيق الذي استشهد بالغارة التركية على أراضي سنجار. طبعا إن هدف هذه الغارة لم يكن إلا إكمال ما بدأت داعش به في المنطقة، لأن العم زكي وبعد الإبادة الجماعية التي تعرض لها المجتمع الإيزيدي في سنجار ومكونات المنطقة بشكل عام، عام 2014 كان هو أحد الدعائم الأساسية لإعادة الحياة إلى منطقة سنجار من خلال الصلح الاجتماعي والعقد الاجتماعي ما بين المكونات والطوائف الموجودة في المنطقة. لهذا السبب تم استهداف العم زكي، ولم يكن بالصدفة استهداف العم زكي في 15 من آب، لأنه كان إكمال ما بدأوا به الدواعش والتنظيمات الإرهابية التي من قبلهم في 14 من آب سنة 2007، الإبادة الجماعية التي تعرض لها مجتمعنا ومكوننا الإيزيدي في مجمع القحطانية ومجمع الجزيرة. وكذلك الأمر كان الإكمال للإبادة التي تعرض لها المجتمع الإيزيدي والمكون الإيزيدي في عام 2014 في 3/8، وخصوصا استهداف قرية كوشو في 15 من آب عام 2014. طبعا كانت الذرائع هي استهداف العم زكي، لكن الهدف الأصل هو تدمير النسيج الاجتماعي، لأنه كان أحد الدعائم التي أعادت بناء الثقة ما بين المجتمعات المتواجدة في المنطقة. والهدف الأساس يعود إلى احتلال المنطقة والدخول إلى العراق. ولو كانت ذرائعهم على ما يتكلمون عنه صحيح، فهل هناك عم زكي في ليبيا؟ أم هل هناك عم زكي في السودان؟ أو هل هناك عم زكي في مالي ونيجيريا وسوريا وقطر؟ إن هذا الاستهداف ما هو إلا إعادة محاولة احتلال والسيطرة على المنطقة، احتلال العثماني للمنطقة. تتعدد الذرائع لكن الهدف واحد، ولهذا السبب قاموا باستهداف العم زكي. في هذا اليوم نستذكر جميع شهداء المقاومة في سنجار وجميع الشهداء الذين ضحوا من أجل تحرر الشعوب في المنطقة. وعلى هذا الأساس نعاهد جميع الرفاق
ونعاهد جميع شعوبنا المتواجدة في المنطقة بأن نكمل الطريق الذي بدأ به شهدائنا، الذي بدأ به العمزكي والشهيد ماهر طياوي، وفي الآخر وليس أخيرا الشهيد سردش الشنقالي والرفاق الذين كانوا معه، والرفيقة بنفش والرفيقة شيان. نعاهد بإكمال الطريق الذي ساروا عليه. تعددت الذرائع والأهداف واحدة. الخطوات التي بدأوا بها تحت ذرائع محاربة الإرهاب في المنطقة انتهت باستهداف قياديين من الجيش العراقي الذين يقومون بمحاولة حماية المنطقة وخصوصا في شمال العراق. إذن الذرائع معروفة والأهداف معروفة، وعلى هذا الأساس نحن جاهزين لصد جميع المحاولات التي تستهدف الوحدة الوطنية وسيادة العراق وأمن بلده وأمن شعبه. وعلى هذا الأساس نعاهد شعوبنا في المنطقة بأن نكمل الطريق الذي بدأ به شهدائنا، وعلى هذا الأساس نقول بالروح بالدم نفديك أو جلال، بالروح بالدم نفديك أو جلال، بالروح بالدم نفديك أو جلال، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. سلاحي وأقاوم فوق جراحي سأقاوم، لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم. الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم. بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم. أبدا راتان أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم. بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم. الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم. بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم.